النهارده يا جماعة هنروح جولة في المعادي. هناخد كده جولة أكل سريع. هنروح فين يا دكتور؟ هنروح حتت كتير. عندنا الاول ريشيوز لو لقيناه فاتح يا رب. بعد كده هوت بوت اللي هو الصيني. أيوه. بعد كده كوكيو. بعد كده كونيتا. وفي بقى لافيستا لوكا ممكن نعدي عليه في الاخر كده، هنشوف عرفنا النهارده ماشي ما عرفناش بوريتو في السريع كده البوريتو شيتوس. بس نوثق اللحظه ان دي يعتبر بدايه دخولنا اليوتيوب. اللي فات ده كله كان هزار يعني. أيوه. انا بحب شوارع المعادي بصراحه، يعني انا لسه كنت اول مره اتجول فيها قريب بس الشجر كده مع في المناظر اللي هناك دي هيبوظوا الشجر ويعملوا كوبري. يخرب بيت ابوكي ودواته. انا المشير تنتاوي. طبعا يا جماعة وصلنا لأول سبوت وهي ريشيوز. احنا جبنا شويه حاجات كده، جبنا تعالى نفتح كده الدنيا. جبنا ده التركيان تشيز، خد من نصيبك عمور. نصيبك. ده من احلى الحاجات اللي هنا. وده البلين اللي معاك ده الالمون كرواسون. عايزين بس نتكلم الاول على ديكورات المكان. حلوة أوي. ديكورات جامده قوي. حلوة أوي. المكان جوه الستاف فريندلي. ويعني في حاجات كتير، هتلاقي عندهم جار اللي هو السويت ريليش، وهتلاقي جارز حاجات جاهزه. طيب كده يلا يا بينا. جماعة أنا عايز أقول حاجة بس، إن التركي بيستخدموا في صوص، مش بيستخدموا يا جدعان التركي العادي. لازم نشوفوا دي، طب وريهم. يعني لا مش ايه ده هو ينفع؟ ايه ده؟ هو ده عادي. بسم الله. ايه ده؟ انا واكل هنا فول 3 4 مرات، كل مره باجي نفس الاكشن. نضيف قوي. أنا أول مرة أدوقه. مش عارف اكل في بيكر تاني غير دي. يا جدعان صعب. ايه ده؟ أنا أول مرة أدوقه. الكرواسون نفسه أصلا ليكي الهاني كوم. لامينيشن الهاني مظبوطه. كوم ستراف. زبده، مليان زبده. وكمان روح واخد كراست استنى. منه. الو ده ايه ده؟ هو بلين حلو قوي. بلين بصراحة حق ربنا لا متكلف. مش طبيعي. انا كنت فاكر تركي اللي هو السموك تركي، لا هو في صوص جامد قوي يعني. ده تركي حقيقي. صوص التركي ده في سوبر ماركت اسمها تركي نوبز، هتلاقيها بتتباع في سوبر ماركتات كتير يعني. بص هم كلهم احلى من بعض، بس انا كل مره باجي بصراحه بجيب التركي اند تشيز ده اكتر حلو واحد. قوي اصلا محملة، هو ماليها. والالمن تحفه برضه. بس الالموند انا يعني مش هقول دوت شبهه، بس في حاجات قريبه منه شويه. ده بصراحه بس لا. خلينا متفقين ان مشترك كعجينة الكرواسون محلية الموضوع جامد قوي. قولوا لهم يسخنوا لكم الحاجه، يسخنوا الكرواسون عامه هتتكيف. خش على التورت، طلع عمود التورت. تورت دي ليمون تورت. ليمون تورت خش ادوق. بسم الله. بجد ايه ده؟ عجينة التورت نفسها لذيذة، سكرها لذيذ يعني في النص كده. اول مره ادوقها هنا. بقول لك حلو. سكرها لذيذ يعني، هو سكرها سنة بس مش اللي هي تجزع برضه. ليمون قوي بالنسبه لي كده حلو قوي بصراحه، خطيره. حلوة. أي حاجة بيكري عندهم، أي حاجة في الفرن عندهم حلوة أوي. لا والله ربنا ظبط الصور بتاعها كمان، الصور الحاجات كلها عامه مظبوط ظبطه غريبه. يعني هو المكان ده ما يتفوتش يا جماعه من الاخر. المكان ده بجد ما هو كواليتي الماتيريالز اللي بيستخدمها بيرفكت. أول ما أجي آكل هنا بسمع عنه كان نفسي أجربه الصراحة. لا كواليتي كده كده عامه الماتيريالز لو اي حد جاب لي سيره بيكريز بقى كده هو ده. هو ريش هو ده لا، بجد لا. والله. ممكن أسعاره أزيد شوية من الباقيين، بس الصراحة على الكواليتي اللي بيقدمها. انا في نقطه لازم نقولها برضو، حته ان هو هم ليهم فرع بيقفل الساعه 2. ريشيوز بيكري عادي، هتلاقوه على المابس بقى التاني اسمه ريشيوز اندر جراوند، تحت كده عماره. تحت الارض حرفيا. تحت عماره قعدته نظيفه جدا، ما يعني مش عشان تحت عماره او كده، بس ده بيقفل 6. وفي ريزرفيشنز لو حد عايز يقعد يعني بالحاجة. برضه يعني في فلكسبيليتي شويه ان هم بيقفلوا فرع، بس في واحد تاني هتلاقيه مفتوح عادي للساعه 6 يعني. خش على اللي بعده. نخش نروح المطعم الصيني. يلا يلا. السويت ريليش ده خطير يا جماعه، لازم تجربوه. الجو جامده قوي بصراحه، بس الجو حر. الجو حر. هو التكييف رايحين دلوقتي بقى ايه؟ شوان اكس اي هوت بوت. هوت بوت ازاي دي؟ هو هنا في المعادي هنسيب لكم برضه اللوكيشنز في الديسكربشن. مكان تاني؟ هوت بوت يا جماعه، احنا بعد ما عملنا زي ما شفتوا الصوصات بتاعتنا والحاجات، جينا دي تاني ستوب على طول الهوت بوت. احنا جبنا الهوت بوت بتاعتهم. جبنا بقى يا شباب.
جبنا بصراحة المشروم هوت بوت، وجبنا النودلز جلاس نودلز، ودي ايه؟ دي النودلز العاديه دي الهم العاديه. وجبنا دي الكومباو. لا كومباو كومباو تشيكن. ودي انت قولها بقى. ودي الكيوكمبر بينتس بيبقى عليها زي صويا صوص او حاجه لسه عنده، هنجربها يعني الراجل قال لنا جامده فلازم نجربها. نبدا اول حاجه نحط النودلز بقى نحط النودلز دي كده كلابي. ماشي احنا نسيب الجلاس نودلز جوه. طيب احنا نبدا بالكومباو. ماشي بالكيوكمبر. ماشي. البينتس حاجه ثانيه البينتس مديها طعم، واخدها في حته ثانيه بجد. فعلا. هم محمصينها كده على النار اظن بطريقه حلوه. ده يا جماعه مش خيار عادي، ده خيار فاهم متحنطط. يا جماعه موضوع من رجل، انا ما بعرفش امسك البتاع دي والله. ازاي جامد قوي. عايز شوكه؟ صح، في شوكه حاجات بتاعتنا. سهلوا على الناس يا جماعه. هو مفيش ايزي ستيكس. انا بصراحه في الاول فاكر هو مجرد خيار متقطع. بس هو في مش عارف ده ايه، فينيجر او في زيت معين مع حاطين حاجه جامده جامده قوي. اوعى يا دكتور، شوف دي بطاطر يا اخويا. مش عارف اعملها تاني على فكره. انت فاكرني هجيب لكم ممكن ما اعرفش اعملها تاني. منقذ. انت جايب له العده كلها. المنقذ والله. كنت من بدري يا عم. المنقذ. في شوكه صح؟ ايوه. في 3 شوط. يا سلام عليك. معلقه الشوربه. بص ايوه في دي عشان البيف مثلا لو دخلناها ناخد درجه ثانيه. جامد قوي. زي الفل. جامد. طلع خش على الكومباوند. تعالى نخش على الكومباوند. ده كوسه. كوسه صح؟ كوسه هي طريه قوي يعني. انا بحب البروتين بصراحه، مش دعوه بالكوسه والحاجات دي. يا جماعه يا نهار اسود، صوص الكومباوند. ده الطبق الاختراع اللي كومباوند احنا حلو. فيه ده. كومباوند حلو. عامة انا لما اكلته في حتة تانية ما كانش فيه البينتس دي اصلا. كده على الفيديو ده حلو قوي. هو ايه طبق الاختراع اللي احنا وقعنا فيه ده؟ حاسس احنا وقعنا في منجم الاختراعات. لا حلو قوي. قوي قوي قوي. الناس دي بتفهم. حته البينتس في الطبقين دول. هم كمان اصلا حاطينها على النار، فبص مدينها الحتة البني اللي فوق دي، فحلو قوي. حط بقى يا جماعه النودلز العاديه. ادخل نزل. الله. اوه جلاس نودلز يا جماعه. تعتقد ده زيت سنين دي. يعني مع الخلطه اللي في الهوت بوت نفسها. احنا في خلطة هنا خلي بالك. خلطه هنا طبعا، ما دي اللعبه بتاعتهم. بس انا كنت يعني احب ان هي تكون الجلاس نودلز مطبوخه اصلا بحاجه زي كده. ايوه فاهم؟ الخلطة اللي معمولة مش الهوت بوت نفسها. بس برضه لا. بس حلو قوي. حلو قوي. انا جماعة معجب بالكومباوند. انا اول مره ادوق جلاس نودلز، التكستشر بتاعها غريب قوي. بالنسبه لي واحد اول مره اجربها بصراحه. بس هم ساعات بيحطوها مع نودلز ثانيه فاهم؟ لا بس مش غريب وحش، غريب عاجبني. حلو. حاجه غريبه كده. ايوه يا سلام عليك. شفت بقى؟ لا طبعا عايز احط حته لحمه عشان قبل ما نخلص. ايه ده لسه قلت ايه ده؟ استنوني. في واحده انت لو اديت له خير هياكل بيه. يا ولد قلبك هتيجي في وشي. لحمة حلوة. معاهم اللحمة حلوة. الاكل جامد قوي. كنا لسه واكلين في مكان صيني تاني في تجمع من قريب. في فرق، تحس ان ده اوثنتيك، تحس التاني كان اللي هو التاني اللي هو حاجة قريبة من ايشن كورنر والحاجات المتمصرة كده بس اندر شويه. وعارف واو جامده قوي. يا عدني، نبارك لاخونا عدني. عشان الجاي. الف مبروك يا عدني. مستر عدني يا حبيبنا. الف مبروك يا باشا. بلغر من احلى الهاند نودلز اللي قلتها. سيم لو مش احلى كمان يعني. لا ممكن تكون احلى كده اللي بتسويها. فلو قلنا العضه مظبوطه هيقول لك ما انت بتجاملهم، بس في الاخر هي النودلز حلوه سهل تسويها، حتى احنا ما عملناش حاجه اسمها بعدين السوا هنا براحتك خالص. عايز تعملها الدنت بتاعتك، عايز تزود سنه انت اللي غلطت تولع فيها بيغلطوك. والله بدون مبالغه مش تطبيق، من احلى الاماكن كلت فيها عامه. اطعم ايه اطعم؟ لا الفي 7. لا مفيش. الحاجات اللي هي البيبسي كده. طب لا خلينا ماشي. يا جماعه هننهي لكم فيديو داخل قطع لحم والله بسم الله. لحمه حلوه ورفيعه فسهله تستوي برضو. ممكن تحطها بقى مع الميكسات اللي في زي الدبس الموجوده دي. عملت كده. تعملها انت وتحطها، تحط بقى تشيلي فليكس ولا تحط صويا صوص والحاجات دي. تاكل هتبقى احلى ما تاخدها على طول كانها مسلوقه. صح يعني متفقين ان الاكسبيرينس بالمكان بالطعم كل حاجه من احلى الاماكن اللي ممكن تقعد تاكل فيها. جامده قوي. لا المكان هادي كده ونضيف والصف لذيذ بصراحه. مش الصف صعب كان دي قوي. عشان ده اخر مره هنيجي تاني ده مره في الشهر ولا حاجه. استنوا المكان الجاي. نودي هنودي المكان. يلا بينا. خلصنا شوان بوت بوت
1 اكس اي. اكس اي فكر كده بسرعه. وفي طريقنا لطوكيو بس. تعالى يلا بينا. انا عايز اقول حاجه. قول يا باشا. جو حر. كيف يا دكتور؟ انا متكيف، لا انا متعود منام القصر العيني. تمام يعني. لا بصراحه الاكل في المكان الاخير ده هوت بوت. انا مبسوط قوي وانت دكتور. مكان خطير، مكان خطير. احنا لسه مكملين الرحله. يا جماعه جبنا اوردر طوكيو بعد عناء طويل. استنينا بتاع ساعه. لازم نقعد ساعه ل 10 دقايق كده يعني. الراجل كان طيب بصراحه. الراجل كان طيب قوي اللي جوه ده يعني. بس والله دلوقتي نشوف مكان نقعد فيه قريب. في مكان اسمه فين تشا. وبعد اللخبطه اللي حصلت لما شفته لقينا مكان اسمه ايست الدحلية وقعدنا الناس هنا لذيذه بصراحه. دون كورنر كده نقعد فيه. في حاجه حلوه. بنفس يس. اصل دي معاناه. احنا جبنا كريمي اونيون تشيكن عاديه، دي كان هاف. الهاف دي بقى 5 بيسز. هما بيقطعوا 5. والتندرز كان جبناها صوص ايه؟ ده سبايسي. ماشي. الصوص بتاع التندرز اللي هو السبايسي بتاع كوكي. هم اللي هنشوف لكم الاسعار برضه في الشاشه هتظهر يعني. دلوقتي احنا هم بس جايبين الصوص بتاع الكريمي اونيون بره عشان ما نبوظش القرمشه بتاعت الفراخ. حركه حلوه برضه. اسكندريه يا جماعه. لا غمس في الصوص الاول. الصوص دي الصوص. شايف الصوص عامل ازاي؟ انزل كده. احنا عمور دخل. يلا بينا احنا اصلا. يلا الصوص حلو. دي خطيره. مش سبايسي قوي عندهم. حلو. مقارب للسويت شيلي شويه. انا في حته سويت فيه يعني. ما تحسش سويت شيلي بس معمول في اسيا. حاسه فيه 10. منطقي. انا رايي لما الاساسي ده غريب قوي. محتاجين نخش على كريمي اونيون عشان دي انا لما دقتها من قبل كده دي عظيمه. بقول لك ده من احسن الحاجات في الكوكتيل. خش حط شويه كويسين. صب شويه كويسين. عمود مش كده ولا كاس. بسم الله. ايه ده؟ من احلى الحاجات بالكريمي اونيون اللي انا باكلها. احلى مكان بيعمله حرفيا. هو لحد دلوقتي حد برضه عنده مكان بيعمل حاجه بالكريمي اونيون جامده قوي. يقول روح جرب. ما اعتقدش ان في حد هيعلق على ده. يعني انا حاسس ان ده احلى صوص كريمي اونيون لحد دلوقتي بدون مبالغه. انا كنت في معظم الاماكن اللي بتعملها فعلا ده احسن واحد. الفراخ مسلوقه مظبوط. القرمشه لسه موجوده عشان هم كانوا حاطين صوص بره. بيرفكت بجد. فراخ نظيفه. كمان عشان لازم تاكلوها سخنه برضه بتستحسن في المكان. نفس الكواليتي دي. يا جماعه فرق من المعادي غير التجمع. والتجمع صغير قوي قوي. هي فرق التجمع حلو. كنا فيه قبل كده لذيذ بس مش نفس الطعم ده. اقل شويه. الوجهه الاخيره نطلع فين دكتور؟ نطلع على كونيتا. وقبل ما نطلع كونيتا احكي لكم قصه سريعه عن المعادي. كنا بنيجي زمان فاد راكرز اللي في المعادي هنا في زهران معادي شارع عمر بن الخطاب. كنا بنيجي مثلا اسبوع واسبوع كل اسبوع كده. فبالنسبه لي ده علامه في المعادي. كنت باجي لها مخصوص يعني. واكلهم كان تحفه. بجد؟ تيجي مره مخصوص؟ لا ما هو وقع تقريبا باظ. لا كانوا فتره ما بقاش حلو. كان البرجر بتاعته خطيره. وكانوا عاملين اللي هو الصوص اللي في البار ده ريفيل عادي. كان خطير. هي ما زالت ريفيل بس هو مبقاش حلو. بس في مكان تاني كان مفضل ليك في المعادي؟ لا اكل. لا بس خلاص. انا كنت باجي ده زمان يعني. وجوي لك كنت باجي له برضه بس مش وانا صغير قوي يعني. كبرنا سيكا يعني. احنا لما كنا لسه صغيرين برضه. كنا شباب 24 سنه شباب. احنا يا جماعه جينا اخر وجهه. طبعا احنا التعب باين علينا. مش قادر. جبنا كونيتا. دي اخر حاجه. احنا جبنا يا جماعه دي براوني عليها شوكليت وايس كريم. ماشي. دي جايه يا جماعه دي براوني عليها شوكليت صوص وايس كريم وكوكي من فوق اكنه ساندوتش كده. ايوه. انا نسيت لسونز انا عايز له الثاني الصراحه. عايز ابدا بيها. يلا بينا. انا كنت همزح فيها. 10 دي مش طبيعيين بصراحه. حفله حلوه قوي اليوم. مع السوفت ايس كريم بتاعهم حلو قوي. حلو. الحاجات اللذيذه عنده. لو عايز حاجه خفيفه وبتاع. البراونيز نفسها واخده كراست خفيف من فوق. والكوكي معموله بالستايل اللي هي النيويورك ستايل او الامريكان ستايل اللي هي بتبقى تخينه كده ومليانه في يعني جامده قوي.
والكوكي برضو الستايل ده عشان هي بتبقى تخينه شويه فتبقى طريه مش اللي هي بتبقى ناشفه دي. محتاجه ادوق الصراحه. تحفه بصراحه الطعم ده. الميكس ده كنت فاكر هيبقى مسكر اكتر من كده. يعني هو مسكر كده كده الحاجه دي لازم مسكر. ايوه بس كنت فاكر هيبقى مسكر اكتر من كده. لا سكره يعني حلو. دول التاكوس، انا مستني بقى في التاكوس. انا هخش في البتاع اللي هي السي كاب دي. حاجه بايه؟ ميكس بيريز. ميكس بيريز بيبقى جواها كيك وايس كريم. والصوص بقى اللي انت عايزه، في ميكس بيريز، في بيستاشيو، ودي على طول. في شوكولاته، في كله. ودي يا جماعه سي كاب دي بالبيستاشيو جواها ملفيه وكريم من جوه ونفس العجينه بتاعت التاكوز او ايه رايك؟ تقريبا بتتاكل كده يا جماعه مش محتاجه معلقه. الكيك عامه اللي جوه بتدي كاسكه حلوه. ولاد اللعيبه التاكو اللي هي بالميكس بيريز والكيك والايس كريم من احسن الحاجات عندهم. طعمها مميز بطريقه مرعبه. جامده قوي. حلو، ما بقول لك دي حاجه هتعجبك. دي سي كاب زي السيجاره. غمس يمكن لما غمست المقلوبه غمس بقى في الايس كريم ده وقتها. لا السي كاب دي مش عجباني قوي بصراحه. بدون مبالغه الاماكن كلها اللي كلناها النهارده ده عظيم بجد. لا بجد اليوم ده عظيم. انا والله العظيم احنا صافين مكلفين بس ايه رايك في الاختيارات؟ لا في الجول دكتور ابراهيم بصراحه ده وعمر بقى مع برضه احنا يعني الحاجات دي السنه كده عندي معظمنا يعني حاجات معروفه بصراحه. بص احنا مش مختارين حاجه يعني في ناس ثانيه عدا البوبا ابو بزج ده يعني خدنا ما ينفعش. انا الحاجه الوحيده اللي كانت اختياري يعني الناس كتير ما صورتهاش هي التشاينيز بس بصراحه بقيت الحاجات دي ناس كتير صورتها يعني احنا ما عملناش حاجه. لا هو كونيتا مش محتاج راينا بصراحه في وقت قصير بقى من العلامات بتاعت المعادي. يعني الناس بتجيله اصلا من الحته الثانيه مخصوص. هو مميز جدا. انا بالنسبه لي اكتر حاجتين عجبوني من اللي كلناهم النهارده او عامه عنده اللي هي السي تاكل ميكس بيريز لازم تجيبوها ميكس بيريز والبي اف بي اللي هي البراوني وعليها الايس كريم والكوكي من فوق. بصراحه اتنين تانيين حلوين بس لا انا لو جيت هطلب حاجه ثانيه. هو انا هي نفس الكلام بالظبط. انا هي مش راجع على كلام دكتور ابراهيم يعني حبيبي ما ينفعش. هو نفس الكلام اللي هو قاله بالظبط حرفيا. الحاجتين دول بيتجا لهم مخصوص لو انت فين يعني لو انت فين كده تيجي مخصوص للمكان ده. طب الحاجتين دول وانا يعني نفس كده انا التاكو بالنسبه لي بيرفكت صراحه. والميكس بري من ساعه ما جينا من كام شهر وجينا دلوقتي تاني التاكوز لسه زي ما هي حلوه. انا اول ما ادوق البراونيز على الكوكيز على الايس كريم الصراحه انا كنت متوقع انها تبقى مسكره قوي عشان الميكس رهيب. بس هو السكر بتاعها مظبوط يعني طبعا فيها سكر زياده سنه بس مش اللي انت متوقعه خالص. لا مش متوقع كده خالص. في اخر اليوم كده يا جدعان انا شايف ان احنا بصراحه قضينا يوم حلو جدا وبجد اختيار الاماكن كان تحفه. دكتور ابراهيم برضه فقلنا كده يا دكتور ابراهيم يعني ايه اكتر مكان النهارده تجي له مخصوص لو انت تختار مكان واحد بس؟ التشاينيز بصراحه. بص ده جامد قوي بس يعني ممكن تلاقي مثلا لو انت في الشيخ زايد كلاود مثلا بيعمل حاجات شبهه شويه بتاع التشاينيز اوثنتيك بطريقه مرعبه يعني. مكاننا حاجات انا بصراحه ما دوقتهاش في مكان تشاينيز تاني. الطبق اللي هو الكيكمبر والبيناتس والطبق الثاني الكونغ باو ده مش طبيعي. بجد ده مش طبيعي. والفكره الهوت بوت وانت قاعد مع اصحابك بتاع هو غالي شويه بس يستاهل يعني. بس وبقيه الاماكن كلها حلوه. ريشوس طبعا خطير. ريشوس حلوه. احنا صدقت انا نسيت يا ابني. وطوكيو جامد قوي طبعا. بس لو مكان واحد بس يعني لو انت صيني هوت بوت اللي هو شوانك سايدا هوت بوت. وانت عمور؟ وانا لو مكان واحد هجيب هو الصراحه لو حاجه ديزرت وبتاع انا هاجي هنا على طول. مقارنه بالحاجات ديزرتس الثانيه انا هاجي هنا. المكان ده جامد قوي قوي قوي. يعني ده اكتر مكان من النهارده رحناه. مكان واحد من النهارده تروح تجيله مخصوص. تجيله مخصوص لو تختار واحد بس. هو يعني مش عارف اختار صعب. يعني كلهم صعب قوي. كلهم حلوين. هو الصراحه التشاينيز كان حلو قوي يعني. ده اكتر مكان تشاينيز بيعمل حاجه قريبه للتشاينيز. طبعا هم بيمصروها سنه بس هو انا حاسس ان هو مميز عن كل التشاينيز. ما عندوش ايزي ستيكس ده مكانه فانت جدا. ما عندوش مش عارف اكل باكل شوك. انت هتاكل بالستيكس بتاعتهم العاديه ما تاكلش. انا اول مره اكل في مكان تشاينيز احس ان انا باكل اكل كده طعمه خرافي. مفيش حاجه خيشت مفيش يعني. حتى الابيتايزر اللي احنا كنا كان حلو جدا. فلا بصراحه ده والطريقه الاكسبيرينس نفسها طريقه الطبخ وبتاع الاكسبيرينس حلوه جدا. لو انت جاي مع 4 5 من صحابك احنا كلنا اخترنا التشاينيز ان هو كان بيعمل حلو بس الباقي كلهم جامدين. لا التشاينيز ده اللي هو لو هنختار مكان واحد بس غير كده انت لو عايز يوم في المعادي هم الاربع اماكن دول. مش طبقين ده ملخص يومنا في المعادي. سيبكم وننطلق.
قالوا لنا حابين نجرب ايه في فيديوهات ثانيه يوم كامل في منطقه، احنا في دماغنا باب الشعريه، هم بيقولوا لنا لو عايزين مكان ثاني. هتشوفوا بقى لو في مكان ثاني في دماغكم ممكن تشوفوا انه يطلع منه كونتنت حلو وفي نفس الوقت عارفين مطاعم فيه حلوه، قولوا لنا في الكومنتات. او نوع اكله واحده نجرب منها كذا مكان ونشوف. افكار فيديوهات بقى، افكار فيديوهات. خلاص كده؟ بس خلاص. نشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام. يلا بينا انا المشير طنطاوي، المشير طنطاوي.